الحلقة العاشرة من مسلسل أسامة أبو علي مع النادي الأهلي. الوسيط أدم وطني طلع وصرح وقال لا صحة لموافقة النادي الأهلي على عرض أسامة أبو علي للفريق الأمريكي مقابل 3 مليون دولار. وبعدين في المسلسل اللي احنا مش عارفين الحلقة الأخيرة هتيجي في امتى، وسام قاعد ولا ماشي، مكمل ولا يترحل. احنا كل اللي احنا عارفينه ان وسام عاوز يمشي من الأهلي، والاهلي عاوز يبيع وسام، بس اقل حاجه 10 مليون دولار بالميت. يا ترى الاهلي يوصل له عرض ب 10 مليون ولا يقعد وسام ويجمده؟ ادينا هنشوف ونتابع. بس سؤال لجمهور النادي الاهلي، لو وسام ابو علي ده مثلا مهاجم ما بيجيبش جوان، مهاجم سكه، مهاجم من اللي بيضيع فرص كتير، هل انت كمشجع اهلاوي كنت هتقبل ان هو يكمل مع النادي الاهلي؟ طبعا لا، واكيد مع اول فرصه تسمح لك ان انت تمشيها حتى لو ببلاش. طب ليه زعلان دلوقتي ان وسام بيبص لمصلحته الشخصيه وعاوز يروح للمكان اللي يقدر يكسب منه فلوس اكتر؟ مع انك انت لو شفت فيديوهات وسام ابو علي مع الكابتن احمد شبير وازاي اتنقل للنادي الاهلي، هتلاحظ ان هي نفس الطريقه بالظبط اللي بيعملها دلوقتي هي اللي عملها عشان يجي النادي الاهلي. في الاخر كل لاعب بيبص لمصلحته الشخصيه، وزمن الانتماء انتهى. واسال زيزو وامام عاشور.